أقل من 5% من العملا بقت بتاخد قرار شرا بناءً على الcampaigns والbillboards والإعلانات اللي هم بيشوفوها للمشاريع العقارية، وخصوصًا بعد التأخيرات اللي حصلت سنة 2022 و2023. كده تعالَ أقول لك على العوامل اللي تخلّيك تثق في أي مطور عقاري. أول حاجة التزام بمواعيد التنفيذ وجدول زمني محدد في المشاريع اللي فاتت بتاعته، هل هو كان مطور ملتزم والّا لأ، حصل عنده تأخيرات والّا لأ، وهل التأخيرات دي كانت تأخيرات مبررة فعلًا والّا غير مبررة. تاني حاجة قوة الملاءة المالية بتاعة المطوّر، لإن مش أي مطوّر هيعدّي بأزمة أو هيحصل عنده تأخير ممكن يلتزم معاك للآخر ويسلّمك المشروع بتاعك. في مطوّرين كتير بيتعثّروا، هيحصل زي ما بنسمع إن المشروع أو قطعة الأرض اتسحبت من المطوّر راحت لمطوّر تاني وهكذا. فلو المطوّر ما عندوش ملاءة مالية قوية تخلّيه يقدر يعدّي الأزمات وينفّذ المشروع ده في ميعاده بالضبط، فلأ بلاش إنّك تشتري معاه. تالت حاجة سمعة المطوّر، ودي سهل تعرفها أوي من السوشيال ميديا ومن أي حد اشترى من المطوّر في المشاريع اللي فاتت بتاعته. لو في أي concerns من العملا أكيد أنت هتعرفها، سواء بقى حصل معاهم تأخيرات في المشاريع اللي فاتت، حصل معاهم مشاكل في الصيانة في المشروع اللي اتسلّم، أيًا كان، فالconcerns دي كلّها برضه أنت بتاخدها في عين الاعتبار وأنت بتاخد قرار الشرا. رابع نقطة بقى والأخيرة ودي أقل أهمية الbranding والcampaigns والإعلانات، لإن مش أي مطوّر بيعمل campaigns وإعلانات بيبقى هيسلِّم في ميعاده. في مطوّرين بيعملوا campaigns وبياخدوا مشاريع وأرض ورا التانية، في الآخر ممكن يتعثّروا ما يسلِّموش. بينما إن في مطوّرين أصلًا أنت ممكن ما تكونش تسمع عن الcampaigns بتاعتهم، هم من أكبر وأتقل المطوّرين الموجودين في السوق، وقادرين إن هم يسلِّموك بأعلى quality وفي الميعاد المحدد. بس كده. ولو بتفكر تاخد قرار في مشروع معين اكتبه لي في كومنت وهاقول لك كل التفاصيل الخاصة بالمطور والمشروع، لو في أي concern هاقول لك عليه.